التعليم في كل أنحاء العالم، فيه الذكي وفيه الخدام، وهو يعمل على تطوير المجتمع فكريا واقتصاديا، وخلق أجيال تعرف تفكر وقادرة على الإبداع والابتكار ثقافيا وعلميا. إلا في تونس، على خاطر النظام التعليمي متاعنا قائم على التمحريث المتمثل في عقلية أحفظ وصب. عقلية الأحفظ وصب هذه تخلي عندك شهادة جامعية وتخليك من أصحاب الشهائد العليا، لكن الشهادة هذه اللي تعبت عليها وفنيت حياتك عليها ما تخليكش تولي إنسان يعرف يفكر بطريقة فلسفية عميقة، وما تخليكش تتمكن أنك تولي إنسان عنده فكر اقتصادي قادر على خلق الثروة. على خاطر النظام التعليمي متاعنا لم يخلق أجيالا تحمل في جيناتها ثقافة العمل، بل خلق أجيالا تعتمد على ثقافة المسمار في الحيط، وتحب الوظيفة العمومية وامتيازاتها السخيفة، وتحمل في جيناتها عقلية الفقر والتجحيف والتكركير. لازمتنا نعرفوا اللي احنا عايشين في عصر سوم شهريتك تكون في حق مريول ولا بادري، والناس تحطهم في طاولة على سهرية متاع ليلة واحدة، زعمل كلهم قرين وشهادهم. لا، في 2025 راكي تاخو 1,500,000 ولزمين تتسمى قريب شوي من المتوسط، واللي أقل من 1,000,000 الكلها تعتبر شهريتهم مجرد منحة باش تاكل ولا تشرب. من خلال الشهرية هذه اللي أقل من 1,000,000 تحرم روحك من 1000 حاجة وحاجة. الناس الكل نعرفوا اللي الخدمة مع الخواص تمحريث وبيشترى الحق، ونعرفوا الوظيفة العمومية امتيازاتها المتمثلة في التكركير وثقافة المسمار في الحيط انتهت ومعاش تخلط لحتى شيء في عصرنا هذا. النظام التعليمي متاعنا فاشل لدرجة انه خلق قوالب انت احفظ وصب، ما خلاش الناس تفكر وما خلاش العباد تعرف كيفاش تتصرف اقتصاديا وثقافيا. وفي رأيي هذا هو سبب العلة اللي خلى الناس تكتسب عقلية المسمار في الحيط، وخلها العقلية هذه الدنيئة والسيئة جدا تتفشى وتتغلغل في أواصر المجتمع.